نظرك ايه السبب في الاداء السيء من قبل نادي الزمالك النهارده وهزيمته الثالثه في بطوله الدوري المصري الممتاز قدام غزل المحله 2-1؟ هو انا برضك يعني ممكن النهارده كنت عصبي شويه، لكن الاداء اللي بيأديه نادي الزمالك بقى له حوالي 4-5 مباريات. مش ده نادي الزمالك، ومش دي كره نادي الزمالك، ولا دي امكانيات نادي الزمالك. امكانيات نادي الزمالك ان هو بيلعب عشان يكسب. احنا شايفين الفتره اللي فاتت في ال4-5 مباريات الزمالك الاهداف والكور اللي بتروح دي ما كانتش بتروح ابدا، يعني كلها كان في تركيز، كان اللعيبه بتقعد تقاتل، كان اللعيبه لما نفسها وبتبقى عندها شعار المكسب. يعني ادي سيف الجزيري مثلا هنا بيدافع وبيخلق من الدفاع هجمه مرتده ممكن نجيب منها هدف لزيزو. لكن عايز اتكلم على النادي في نقطه مهمه يا ابراهيم، وهي اهم حاجه. انا ممكن اجيب لعيبه كويسه جدا، واللعيبه الكويسه دي جدا دي ممكن في الانديه بتاعتها تبقى مميزه. ايوه. اما تيجي نادي الزمالك او نادي كبير بتاخد وقت عشان تاخد طباع اللعيبه وتبقى تتاقلم مع اللعيبه، فبتاخد وقت اطول. هنا احنا شايفين اللعيبه دي احنا يعني عايزينها تخش في الجو ان الزمالك عنده احسن لعيبه في الفتره اللي فاتت، وكانت اللعيبه كلها فورمه كويسه. لكن النهارده تحس لعيبه نادي الزمالك يعني مثلا كره زي دي هتشوف الخط الدفاع بتاع نادي الزمالك عنده مشكله من بدايه المباراه. ما فيش انك تلعب بثلاثه عشان يبقى في راس المثلث تحت الاثنين يغطي الاثنين، يلعب على الاثنين المساكين. انت في كل طوال الماتش بص خط الدفاع 3 على خط واحد، ودي انفراد. يعني لو عواد ده ما عندوش السرعه والمرونه والرشاقه على الكره زي دي بتعمل مشكله. والهدفين جم من كده ان انت بتلعب على خط واحد. نص الملعب ما فيش نظام في نص الملعب، يعني انت بتلعب رؤى بعد فتره طويله جدا مع عدم اللعب. هو لا فورمه ولا هو مهيأ فاروق ان هو يقدر، يعني اشرف فاروق مش مهيأ ان هو يقدر يبقى لعيب نص الملعب، لعيب ارتكاز تعتمد عليه. بص الكره جايه، بص الثلاثه المدافعين، بص عمر جابر بيتمشى ازاي، تشوف عبد الغني بيتمشى ازاي، حسام رايح ورا الراجل بعد ما استلم الكره والراجل خده في ظهره وحصل انفراد. هو ده كل دي الاخطاء. بص ثانيه واحده نقف هنا، عايزين بس نقف بس. سؤالك يا كابتن فاروق، انت النهارده وانت بتتفرج انت شايف ان المسؤوليه الاكبر بتقع في هزيمه اليوم على عاتق الجهاز الفني الراحل نمره واحد فريرا ولا اللعيبه؟ نمره واحد فريرا. بس انا بص هنا هنشوف دي مثل لطريقه اللعب. انت طريقه اللعب النهارده بتلعب 3، لازم الثلاثه دولت ما يشتغلوش على خط واحد، لازم يكون واحد بيغطي الاثنين المدافعين. هنا الكره هتتحط بسهوله جدا واللعيب جاي قاطع من جوه الملعب، بص قاطع مسافه قد ايه ومحدش بيلحقه، وانت عندك المساحات بين الثلاثه. يعني شوف اللعيبه مش فارقه معاها ان هي تقعد تقاتل او تروح تحط واحد يقاتل يحط جسمه قدام اللعيب ياخد اللعيب في ظهره. ايوه يا كابتن فاروق، ما هي دي النقطه اللي كنت بسال حضرتك عليها. دي انت شايف ان النقط اللي شبه كده دي بتاعت جهاز فني ولا بتاعت لعيبه؟ لا بتاع الاثنين، بس هي الجهاز الفني اكتر اللي انا حافظ اللعيبه ان ما يلعبوش على خط واحد، والاهداف دايما بتيجي من اخطاء المدافعين، واكبر خطا المدافعين التمركز. بص انت شوف عبد الغني بيجري ازاي، بص الزناري بيريح بيزحلق الكره، لو هو كمل مع اللعيب مش هيقعد، بس اللعيب جاي بسرعه يمكن اكتر منه شويه، هو يكمل معاه في الكوره، هو بيروح هنا. هي الوقعه دي هي الهدف. خلاص ما فيش الحريه بتاعته، حسام جاي متاخر، هي الاخطاء من المدافعين. ولكن الفرق الكبيره ما بيبقى فيها خطا لازم يبقى في حساب سواء من اللعيبه او من المدرب، لازم يحفظ اللعيبه. لكن انا عايز اقول حاجه عن مستر فيريرا، هو مدرب عظيم مدرب كويس وكلنا اشدنا بيه، وعمل نتائج مع نادي الزمالك كبيره جدا في الفتره اللي فاتت، دوري وكاس، وادى بشكل كويس. ادي الكره كويس جدا الكره اللي فاتت دي بيديك قد ايه اللعيبه. بص هنا، بص اللعيبه هنا، ده الجول الثاني بتاع المحل من بدايته. طيب ده كان رد فعل قوي وانفعالي.